لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. شكرا للزميل محمد سعدون الكواري. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، الطريق الى ملعب اللقاء، الى ملعب واندا متروبوليتانو، حيث يشهد هذا الملعب مباراة ان شاء الله لدوري ابطال اوروبا تشامبيونز ليج لعام 2019 يوم 1 يونيو باذن الله. ملعب اللقاء يجمع ما بين اتلتيكو مدريد الاسباني صاحب الملعب والفريق الذي حل وصيفا 3 مرات، اخرها كان في عامي 2014 2016 امام فريق ريال مدريد، في مواجهة يوفنتوس اللي بيحلم باللقب منذ 23 عام ونال اللقب من قبل في عامي 85 96، ولقب كان قريب في 2015 خسر امام البارسا، و2017 خسر امام فريق نادي ريال مدريد. امامنا هنا في حضور مدرب المنتخب الاسباني كما نتابع طبعا لويس انريكي. امامنا هنا اتلتيكو مدريد يوفنتوس. اتلتيكو حل وصيفا في مجموعه ضمت دورتموند وبروج وموناكو، ونادي يوفنتوس في صداره مجموعته اللي ضمت كل المان يونايتد وفالنسيا ويانج بويز. الهداف الكبير امام رايو فايكانو اللي فازوا فيها بهدف مقابل لا شيء. كرة تطلع لاتلتيكو، النجم الكبير جريزمان يبحث عن دييجو كوستا البينية، لكن على طول اتلتيكو لعب في المسابقة الأوروبية دوري الأبطال، ولكن طبعا كان ثالث وانتقل بعدها لدوري أوروبي زي ما قلت، لكن أروع من أوبلاك بقوة حاطط فيها إيده ديبالا على طول. هنشوف أمامنا هنا هل يوفنتوس كريستيانو رونالدو، شفنا الكرة بتاع جريزمان وماتويدي، يا ولد يا ولد يا كريستيانو، في 2017 ربع نهائي أمام الريال في عام 2018. ادي كرة رونالدو، لكن الابعاد رائع رائع رائع. بص حارس المرمى والايد العكسية علشان يشيل الكرة القوية ويطلعها اوبلاك، واحدة من الاثنين اللي يعني سنهم مش صغير وبيلعبوا في الدفاع مع الخبرة الكبيرة. ادي امامنا جودين، ادي جودين، ادي جودين وكريستيانو رونالدو في 5 لقاءات لعبها اوروبيا مع اليوفنتوس، هدف كان في مرمى المان يونايتد. مرة ثانية الثابتة بيلعبها دايما جريزمان، ادي الكرات الرأسية دايما جودين، وكذلك ايضا خيمينيز بيتلقى انذار مبكر في الدقيقة الثامنة. الكرات العالية وادي امامنا رأسية، لكن على طول هذا الموسم بتعادلات مع جنوا وبارما واتلانتا، وادي رأسية جديدة المرة دي الى خارج الملعب. ادي رأسية من جانب ليوناردو بونوتشي، ادي بونوتشي، عودة بونوتشي وعودة كيليني في المباراة الأخيرة بعد ما كان أصيب أمام اتلانتا في مفاجأة كبيرة في كأس إيطاليا، بعد ما كان بيحقق الثنائية بقى في آخر 4 سنوات. خوان فران يلعب العرضية لكن يطلع على طول، ادي كيليني وتسديدة قوية، ولكن على طول تشيزني، تسديدة قوية، كرة قوية من الغاني توماس بارتي، سجل في مرمى اويسكا، سجل في مرمى بلباو امامنا هنا، وتسديدة في منتهى القوة في اللقطة الماضية. ادي كرة من توماس بارتي. اذا مب 13 والدوري 2014 والبطولات الأوروبية في 12 وفي 2018 بيعمل عرضية، لكن على طول تفويتها يا ولد إلى كوكي إلى جريزمان، يطلع تشيزني، يطلع تشيزني. أمامنا هنا التفاهم والانسجام. البعض يتحدث بأن أتلتيكو متراجع في التحرك، حلو قوي من جانب جريزمان محاولة الهروب، كرة العرضية، لكن شوف تواجد كيليني بونوفنتوس. اليوفي ضغط حلو قوي، ديبالا استلام مانزوكيتش، يدور على الكرة، لسه بيدور على الكرة بشكل مميز جدا، بيعتمدوا على المرتدات باسلوب سيميوني. وادي رأسية مانزوكيتش، ولكن الى خارج الملعب. ادي رأسية من مانزوكيتش نجم الكرة الكرواتية اللي اعتزل بعد وصافة كأس العالم الأخيرة، 8 أهداف في الدوري، وسجل في مرمى فالنسيا. جديدة لصالح اتلتيكو مدريد، على طول إبعاد، كرة حلوة بتاع جريزمان، الفاول اللي جريزمان أعتقد هيعلقها داخل منطقة الجزاء، لكن يفاجئنا بقنبلة، لكن تشيزني مصحصح في اللقطة الماضية، يطلع ليفربول في واقعة الشهيرة بتاعت أنفيلد، طبعا بتاعت ملعب هيسل. وامامنا هنا مباراة اياكس 96. ادي امامنا هنا التدخل والسقوط، هل داخل منطقة الجزاء؟ دييجو كوستا حكم اللقاء امامنا هنا يطلب من الجميع الهدوء، والفار هو الحل. بص امامنا الاعادة، شوف الانطلاقة من كوكي، وادي امامنا دييجو كوستا والسقوط. صعبة قوي القرار، هو مديها بره، لكن هنشوف. شوف امامنا ادي السقوط امام الفارو موراتا قادما من تشيلسي، النجم السابق للريال، وهو من ابناء على فكرة اتلتيكو، لاعب للناشئين في اتلتيكو مدريد الفارو موراتا، لكن 3 لقاءات
بالوان الروخي بلانكوس نادي اتلتيكو، ثم المحطه المهمه بقى مع فريقه نادي يوفنتوس. ادي محاوله هنا الكساندر وسوبر اوروبي، وايضا عملوا انجازات كبيره جدا الحقيقه مع كوكي. انطلاقه من جانب خوان فران، ماتودي الادوار الدفاعيه خوان فران والصراع، لكن شوف قائد كليني التقدم هنا، تحضير الكره، التسديده القويه. شوف قيمه ديبالا في هذه الكرات، شوف ديبالا اتحرك حلو قوي في المساحات والفراغات امامنا، ويجي في المساحه. المشكله اللي عند اتلتيكو اللي ما بين رودري وما بين توماس، المواقف الهجوميه من اليمين ومن الشمال ومن العمق، وادي التدخل بقى وكره وسط الحصار تصل سهله المره دي الى الحارس يان اوبلاك. جيلهم في اطار كاس الملك. على طول كره الركنيه على القائم الاول، راسيه جديده هذه المره، ولكن كره الى خارج الملعب. كان متقدم في هذه اللقطه حدود منطقه الجزاء، يبحث عن جريزمان. شوف دايما مفضي نفسه جريزمان، تسديده لكن ترتطم الكوره في بحث عن ماتويدي. الكساندرو بيحاول يعدي، لكن مباريات جانبيه في ثنائيات كتير. اخر الكرات زير امامنا 40-60 للسيطره والاستحواذ لليوفي، وكره من رونالدو لكن ما تهناش عليها. 6 محاولات لاتلتيكو في الشوط الاول لتحقيق هذا الحلم للجماهير. كره على طول بتعدي ديبالا، لكن يقظه دفاعيه على طول المره دي، وزي ما قلنا مرتين سوبر اوروبي مع هذا المدرب، وكذلك ايضا رونالدو 9 أهداف سجلها هذا الموسم خارج ملعبه في الدوري. الوحيد اللي يتفوق عليه سينيوري كان سجل 10 أهداف. اهم احداث اللقاء، بص امامنا ساول، بص ساول، ادي واحده من ساول، وكمل عليه في اللقطه الماضيه اللاعب جودين. الاولانيه من ساول والثانيه هي الثالثه في اللقاء. 3 ركنيات لكل فريق على القائم الاول، لكن شوف القوه هنا من جانب اللاعب كوكي، وابعاد دخول اللاعب كانسيلو. ممكن نرى ايضا دخول كذلك امري تشان، وايضا النهارده يرجح كفه اي فريق دون النظر للقاء العوده. ولكن رونالدو في محاوله جديده لكن بعيده امامنا هو رونالدو الى خارج الملعب. كريستيانو رونالدو النجم البرتغالي خارج الملعب. اللاعب رودري، ركنيه امامنا، 4 ركنيات لكل فريق. الكره الثانيه مهمه لكن على طول الحارس تشيزني. كره امامنا هنا وتسديده ومحاوله جديده وابعاد، هذه المره يطلع على طول رودري خارج الملعب. نفس التحفظ نفس الاداء. هل هناك مجازفه؟ هل هناك فوز ايضا للبي اس جي كان على المان يونايتد؟ وادي الهدف قادم جريزمان، ولكن يا ولد يا تشيزني، اللمسه بتاعت تشيزني. وامامنا هنا الانذار في بص كوكي عاملها حلوه قوي، التمريره السريعه واتلعبت وراحت، لكن تشيزني روعه البولندي تشيزني في اللقطه الماضيه يتعملق. هي رايحه لكن ايد تشيزني خلت الكره ترتطم، ثم الانقاذ كان بعد. وكليني قد يكون الثنائي الاقوى في العالم على مستوى الدفاع. وادي التسديده امامنا طبعا مع مشكله، وادي المساحه وانطلاقه ديجو كوستا، حطه في ظهره ويعدي وينفرد ويضيع. ديجو كوستا يضيع امامنا، ديجو كوستا كرة وسباق سرعه تفوق فيه لاول مره، يتفوق على بونوتشي. ديجو كوستا امامنا كان ليه ركله جزاء بعد ما طبق الفار، خدها من خارج منطقه. ادي امامنا هنا خطا لكن شوف اللمسه بتاع جريزمان، يا ولد يا جريزمان، حاططها له حلوه قوي. وديجو كوستا انطلق لكن بالغ في ركن الكوره وطلع خلاص من المرمى، طلع له من المرمى. امامنا اهو تشيزني قعد ولكن كوستا يضيع الكره الاقرب للتسجيل. قد تكون كره المباراه اللي لدى لاعبي الفريقين، المغامره اللي مش موجوده، المجازفه، لكن دائما وابدا شوف الدفاع والقفار للمره الثانيه بقى يطبق، ولكن دون ايضا ركله جزاء في اللقطه الماضيه. ان لمسه تشيلسي في 2017 2018 وقتها كان سجل مين؟ كان سجل موراتا وبشواي ومن كره ثابته. هل يكون لاتلتيكو راي اخر؟ ادي الرائع دائما وابدا اوبلاك، وادي الورق يطلب من الكساندرو الدعم، بيانيتش وتسديده، لكن الضغط القوي. باولو ديبالا المختفي الشوط الثاني، الكرات العاليه مكمل امامنا كليني، صراع مره ثانيه. الكساندرو لاعب عنده انطلاقات، رونالدو انطلق في المساحه، ولكن بص جودين عارفه وحافظه وواجهه كتير وقابله كتير منذ ان التقي معا في لقاءات الديربي المدريدي. امامنا شوف الانطلاقه، كريستيانو رونالدو انطلاقه بسرعه، كرة على طول امامنا ملعوبه راسيه المره دي، وكرة تسقط وفرصه وجول،
جول امامنا هنا. يسجل خيمينيز امامنا صاحب هدف الفوز لمنتخب الاوروغواي في مرمى المنتخب المصري. اذا هذه المره هدف، واي هدف في هذه اللقطه بالاصرار بالعزيمه بالروح، وسقوط جديد هنا من جانب بونوتشي في محاوله التاثير على حكم اللقاء، ولكن ياتي هدف روخي بلانكوس المستحق هنا في هذه الكره الركله الركنيه. والصراع في الكرات العاليه، لم يسجل جريزمان ولم يسجل موراتا، لكن هذه المره راسيه موراتا والفولو والمتابعه من جانب خيمينيز امامنا هنا في بتقنيه الفار. راسيه المره دي وفرصه جديده وجودين، مش ممكن قلبي الدفاع يتحولوا الى قلبي الهجوم. سجل خيمينيز، وهذه المره الكبير كبير يا جودين، الكبير جودين امامنا هنا بيسجل في هذه اللقطه الهدف الثالث لهذا الموسم. سجل في ريال سوسيداد وبالباو في اطار الدوري، لكن الهدف ده كوم، واي اهداف ثانيه كوم اخر. ياتي جودين امامنا من الكرات الركنيه، من الكرات الثابته. سجل من ركنيه الهدف الاول، وسجل من خطا في هذه اللقطه امامنا هو جودين. ابعاد واي ابعاد وسقوط واي سقوط. ادي الكره الثابته من جريزمان، وجودين في الاولى لمس، والانقاذ كان من جانب